معانا الحاج عبد الله مهني رئيس مجلس إدارة نادي المراغة. بنرحب بحضرتك وبنسألك النهاردة مباراة الديربي في مدينة المراغة بين نادي المراغة وبين نادي شبان المراغة. هتكلمنا النهاردة على المباراة. يا أهلا وسهلا بكم وأهلا بقناة القاهرة في المراغة وشرفتونا ونورتونا. بالنسبة لمباراة اليوم بين نادي المراغة ونادي شبان المراغة، طبعا هي مباراة ديربي، ولكن يعني برضو رغم ان احنا يعني بننافس الكبار واحنا من ضمن الكبار ان شاء الله، وبيننا وبين الاول 3 نقط، والشبان ترتيبه قبل الاخير، ولكن لازم نحترم النادي ونادي محترم، واحنا ابناء بلد واحده، وان شاء الله اتمنى المباراه تطلع على خير وفيه احترام بين نادي المراغه وبين شبان المراغه، وان شاء الله مش هيحصل غير كل الخير باذن الله. بنسال الحاج عبد الله عن نادي المراغه السنه دي من السنين وهو متقدم وبينافس الكبار، بينافس سوهاج واسوان والالومنيوم، لكن في صعوبات ماديه بتقابل نادي المراغه. حضرتك يعني نطالب المسؤولين وتشرح حضرتك الصعوبات اللي بتقابل نادي المراغه السنه دي. طبعا نادي المراغه يعني مش بنقول انه هو بينافس الكبار. نادي المراغه الحمد لله من الانديه الكبيره، فرقه كبيره، فرقه عاليه، نافست الكبار، والحمد لله مع احترامي لنادي الالومنيوم، نادي محترم ونادي كان في الاضواء، واتمنى له برضه الصعود ان شاء الله، ولكن هزمنا نادي الالومنيوم ولينا يعني الغلبه دايما، ولكن احنا بنلاعب الناس معاها ملايين واحنا لا نملك الا الملاليم. فيعني اتمنى، وده نداء، الحمد لله كان في لقاء مع السيد الوزير المحافظ اللواء محمود عتيق، قابلنا امبارح في مكتبه، رجل محترم جدا وسمعنا كويس وكان باله طويل، فاتمنى يعني ان شاء الله يساعدنا، وعرفت معاليه ان انا ابصم له بالعشره ان احنا يساعدنا ماديا، واحنا باذن الله هندخل تصفيات. الاستاذ وكيل الوزاره برضه ساعدنا بمبلغ، ولكن بطلب منه المساعده الاكبر، وبطلب من الاخ الوزير المحترم الصديق الكابتن طاهر ابو زيد انه ينظر نظره عاطفيه لنادي المراغه، وباوعد حضرته يساعدنا، وباوعد ان شاء الله هندخل تصفيات. مشاكل ماديه، احنا من سنه 2005 موجود انا في النادي، الحمد لله عملت تنميه فيه، عملت صالتين افراح، عملت صالتين كمبيوتر، فيه محلات مؤجره، عملنا المستحيل، ولكن المشكلة مش عدد المحلات ولا عدد الصالات فيه، لأنه المراغة بلد فقير إمكانياتها قليلة، فإحنا بنأجر صالة الأفراح بتأجر يعني بكام؟ ب1000 جنيه، ب800 جنيه، لكن في سوهاج في ب15000 جنيه و10000 جنيه. فإحنا عملنا تنمية، ولكن التنمية الدخل قليل، لا يجدي في عملية منافسة وأن أنا أحاول الصعود. يساعدنا السيد الوزير الكابتن طاهر أبو زيد، وده رجل محترم، فأتمنى أنه يساعدنا وينظر لنا نظرة العطف. الأستاذ الوكيل الوزارة راجل محترم، الأستاذ أحمد الديب رجل محترم ومتميز ومتابعنا وبيشجعنا، برضه ينظر نظرة عطف ويساعدنا أكتر وأكتر. السيد الوزير المحافظ راجل، بكرر ان الراجل استقبلنا استقبال محترم وهو محترم، واتمنى له منصب اكبر من اللي هو فيه باذن الله، لانه قابلنا مقابله محترمه، فاتمنى برضه ان حسب المقابله ان برضه يساعدنا ماديا ان شاء الله، ونوعده واكرر ان احنا ندخل تصفيات باذن الله ان شاء الله. بنشكر الحاج عبد الله مهني ونتمنى لك التوفيق النهارده ان شاء الله. عفوا، وبالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله.